من بعد ما ارتكب جريمة من أبشع الجرائم، دينيس إيرل برادفورد استمر في الحياة ديالو عادي كأن شيئا لم يكن. ولكن من بعد مرور 19 سنة تفاجأ بواحد الخبر اللي نزل عليه بحال الصاعقة. السلام عليكم ورحمة الله، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى كيف ما دايما تكونوا في أحوال طيبة ومستمتعين بعطلة الصيف. وقبل ما ندخلوا في قصة ديالنا هذا النهار، نطلب منكم طليب بحال طلبتوا مرة أخرى، مشاركة واللايك والتشجيع إذا كان كيعجبكم هذا المحتوى. وندخلوا في القصة ديالنا. جينيفر شويت واحد البنيته صغيرة في عمرها 8 سنين، عايشة مع ماماها اللي اسمها إيلين، وهي أم عازبة في مدينة ديكنسون، تكساس. جينيفر كانت كتخاف من الظلام في الليل، وكانت كترفض أنها تبات بوحديتها في الغرفة ديالها، ودايما كانت كتطلب من ماماها أنها تبات معها في الفراش ديالها في نفس الغرفة. بما أنهم عايشين بجوج بيهم في دار بوحديتهم ما معهم حد زايد، فإيلين كانت كتخليها تعمل لها خاطرها وكتنعس معاها. ولكن واحد الليلة إيلين كان صباح للشغل غدا ديالو في الصباح، كان نهار الجمعة، وكانت غادي تنوض في الصباح بكري وما بغاتش تزعج بنتها في ديك الوقيته. فطلبت من جينيفر انها ديك الليله هذيك، وكان تاريخ ديك النهار 9 غشت سنه 1990، طلبت منها انها تمشي للبيت ديالها وتنعس فيه. جينيفر ما خسرتش خاطر ماماها، ومشات شبرت قصه في يدها وبدات كتقراها حتى داها النعاس. لغدا في الصباح يعني نهار الجمعة، إيلين ناضت في الصباح بكري وقبل ما تخرج للشغل ديالها. طبعا كأم أي أم كتبغي تطمئن على وليداتها، مشات فتحت الباب باش تشوف بنيتها ديالها جينيفر واش نعسة واش معرية تغطيها. الوقيته اللي فتحت الباب تفاجأت، جبرت الفراش خاوي، جبرت الشارجم ديال البيت اولا النافذة مفتوح على آخره، وجينيفر ما كايناش. مشات كطالي للمسترجم، بما انهما كانوا كيطلوا على باركينغ ديال السيارات، مشات كطلع على الله وعسى جبرها تما، نقزت من تما كتلعب، ولكن ما كاينش الاثر ديالها. في ديك الساعه ايلين تخلعت ومشات نيشان عيطت للبوليس اللي بدورهم حضروا في ديك الساعه. ملي جاو قالوا اول يعني طبعا نطيبع كان عندهم ربما بنيته صغيره هربت من الدار او لا خرجت تلعب ولا شي حاجه هيدا. ملي عادلوا واحد الدور على الدار تاكدوا بان هي ماشي قضيه ديال الهروب وانما قضيه ديال الاختطاف. في ديك الساعه هذيك البوليس كله منتشروا، الجيران حتى هما سمعوا الشوشره وسمعوا الحركه. ملي عرفوا بان جينيفر ما كايناش حتى هما تطوعوا كيفتشوا، بداو مهم كيمشطوا ديك المنطقه هذيك والنواحي، والاثار ديال جينيفر ما كاينش. استمر البحث لمده ديك النهار كامل، ومع 6:30 بوليس تلقاو مكالمة مع عند بعض الآباء كيخبروهم بأن وليداتهم كانوا كيلعبوا مع بعضهم في واحد الحقل، وهما يشوفوا شي هيدا مكركب مغطي. ملي كيمشيو كيجبروا بنيته صغيرة تما والدمايات. البوليس هزوا راسهم ومشاو. ملي مشاو كيجبروا واحد المنظر كارثي، جبر بنيته صغيرة معرية كاملة اللي كيعني أنها هي تعرضت لعملية اغتصاب وحشية. جبروها مذبوحة من الوريد إلى الوريد، عنقها كامل مفتوح وكاملة دمايات. ملي تحققوا من وجهها كيكتشفوا بأن هي هذيك نفسها ديك جينيفر شيوت اللي نهار هما كيفتشوا عليها. طبعا اتصلوا بالإسعافات في ديك الوقيته، واللي صيفطوا لهم اليكوبتر مباشرة هزتها للسبيطار للطاقم الطبي اللي كان خبروهم من قبل انهم ما جالهم واحد الحالة يعني سويرتي دوصل حية او لا ميتة. وصلت جينيفر الحمد لله حية ترزق، دخلت لغرفة العمليات. طبعا الطاقم الطبي يعمل واحد المجهود كبير بزاف باش قدرت فلتت. الحمد لله جينيفر بنيته صغيرة حية ترزق. ولكن دابا الإشكال فين هو؟ الإشكال أنهم المحققين خصهم يعرفوا
شي خيط اللي غادي يوصلوا من هذا المجرم اللي ارتكب هاد الجريمة الشنيعة بزاف. ولكن المشكل الأكبر هو أن جينيفر، كيف ما خبروا الأطباء الشرطة، أن هي لا يمكن أنها تتكلم معهم لأن الحبال الصوتية ديالها كانت مهلوكة بزاف. وكاين بعض الأطباء كانوا كيأكدوا بأن جينيفر عمرها ما غادي تتمكن عاد تتكلم مع شي حد. المهم الشرطة في ديك الوقيته هذيك بقاو كيفكروا انهم خصهم ضروري شي طريقة باش يوصلوا لشي خيط ولو خيط رفيع انهما باش يبداو يحققوا في هذه القضية هذه. فكروا انهما غادي يكتبوا الاسئلة للام ديال جينيفر إيلين، وهي اللي غادي تدخل عند البنيته ديالها وغادي تطرح عليها هذيك الاسئلة، وهي غادي تحاول تكتبها. وديك الشي اللي كان إيلين كانت الوسيط بين الشرطة وبين جينيفر. وهنا خصني نذكر واحد الحاجة، علاش الشرطة أو المحققين ما دخلوش شخصيا عند جينيفر باش يكون يعني الأمر سهل أكثر. هنايا علاش؟ لأن جينيفر مسكينة ملي تعرضت لديك العملية ديال الاختطاف يعني رجعت عندها نقول واحد النوع ديال الفوبيا من الرجال. وبحكم ان هي كانت في السبيطار والاطباء اللي كانوا يعني مقابلينها في العمليه كلهم رجال، وحتى البوليس اللي كانوا كيدخلوا عليها يعني اغلبيه ديالهم رجال، فكانت تشنجات وكانت ما كتقدرش تشوف شي واحد، وكانت كتعطي لواحد رد الفعل يعني هيستيري ملي كتشوف شي راجل واقف حداها. لذلك فالاطباء نصحوا انهما رجال الشرطه كاملين يبعدوا على جينيفر في ديك الساعه باش الحاله ديالها ما تدهورش. المهم مامها إيلين قامت بالعمل اللي طلبوا منها الشرطة، وكانت كتدخل الأسئلة لجينيفر وهي كانت كتجاوبها كتابة. ومن بعد من بين المعلومات اللي حصلوا عليها الشرطة على هذا المجرم هذا هو أنه اسمه دينيس، ووصفت لهم السيارة اللي تم الاختطاف ديالها فيها، وحتى أن هي يعني وصفت لهم حتى الطريقة ديال الاختطاف، ابتداء أنه ملي دخل عليها للبيت وهز وقال بأنه هو بوليسي سري وبدا كيجري فيها تما لان حتى دخل في الطوموبيل، جلس على الحجر ديالو، بدا سايق بها كيجري، بدا كيحاول كيكالميها، كيقول لها بانني بوليسي، بانني باغي نحميك انتينا ماماك دابا شويه غادي تلحق علينا في هذا الشارع، هذا شارع كاليفورنيا، غادي تجي عنا لتما. وفعلا مشاو ستاسيونا تما في ديك الشارع، بقى كيهضر معها كيتكلم باش ما تبقاش كيكلميها باش ما تبقاش تبكي ما تبقاش تغوت، لدرجه انها في الاول يعني حست واحد النوع د الراحه، بدات كتهاود معاه كتقول له شنو اسمك، قال لها بانني اسمي دينيس. قالت له بأن انك انتينا بوليسي، فين هو المسدس ديالك؟ قال لها حاليا دابا انا ما عنديش المسدس يعني انا خارج الخدمه. المهم بقى كيدي ويجيب معاها في الهضره يعني وهي مسكنه، المهم تكلمات تحاول تثق به. في ديك الوقيته اللي كانت هي جالسه معاه في الطوموبيل كتستنى فنيته، كتستنى ماماها تجي عندها، في ديك الوقيته هذيك هو كان كيشرب وكان كيكمي يعني ممنوعات. المهم هي في ديك الوقيته هذه بقات من بعد هو ديك الساعه ما بقاش في المود ديالو، ما بقاش هيداك ترانكيل، ما بقاش كيتهاود، بدا كيفقد ديك الترانكيليتات ديالو، ما بقاش جالس مكالمي شبار. وبدا ديك الساعه قال دار فيها وقال ماماك ما مجياشي. صافي فجاه بديك الهضره هيداك خلاها مصدومه، تحرك بالطوموبيل وجبت، بقى ماشي حتى وصل لواحد الحقل. وهادشي هذا كله كانت وصفته هي كتابة، كتكتب يعني جمل هيدا يعني جمل متقطعة على حسب السن ديالها، ديال 8 سنين، بنيته ديال 8 سنين. وطبعا يعني وصفت لهم طريقة اللي تم بها الاعتداء ديالها، ولا داعي أننا نذكروها لأن بركة قلنا أن هي تغتصبت وأن هي تذبحت، ما احتاجش ندخلوا في تفاصيل كتار لأن فعلا ديكشي اللي عدل يعني ما يقدرش الواحد يتقبله ولا يفكر فيه حتى. المهم التحقيق مع جينيفر شيويت استمر هيدا عن طريق الأم، وفي الاخير دخلوا عندها يعني بوليسي من البوليس اللي كيرسموا سكيتشات ديال المجرمين باش يحاولوا يعني يطلعوا واحد الصوره تكون قريبه لديك المجرم. جينيفر يعني اعطت التدقيق اللي قدرت عليه،
وترسمت الصورة ديال المجرم. ولكن ملي حاولوا يطبقوها مع شي صورة أخرى اللي عندهم في الملفات ما طبقت حتى شي صورة. المهم بقاو كيحاولوا هيداك يحققوا في القضية، ويعني مع مرور الوقت القضية ماشية وهي كتبرد، حيث ما توصلوا حتى شي بروف اللي غادي يوجههم للطريق الصحيح. مرت السنين والحالة الصحية ديال جينيفر تحسنت، وكانت مفاجأة أو لا معجزة بالنسبة للأطباء اللي كانوا أقروا بأن جينيفر عمرها ما غادي تتكلم. ولكن سبحان الله، قدر الله ما شاء فعل، أن جينيفر استعدت يعني القوة والحيوية ديالها، وتستعدت حتى الصوت ديالها. ومن بعد مرور ديال 18 سنة جينيفر تفاجأت واحد النهار باتصال ديال المحقق تيم كرومي، اللي خبره بأنه قرر يفتح القضية ديالها من جديد، ووعد أنه غادي توصل للمجرم وغادي يعمل اللي في جهده باش يحل هذه القضية هذه. طبعا جينيفر فرحت بزاف، لأن واخا مرت 18 سنة هي عمرها ما نسات الواقعة اللي وقعت لها، وعمرها ما يمكن غادي تنساها. محقق تيم كرومي طبعا كان عند الوعد ديالو، وتواصل مع الاف بي اي، وخاصة مع يعني العامل الخاص ريتشارد رينيسون. طلب منه الحوايج اللي تجبروا في مسرح الجريمة في ديك الوقت في سنة 1990. وطبعا ريتشارد رينيسون حتى هو ظهر بأنه هو غادي يكون يعني قد المسؤولية، وحتى هو غادي يتعاون مع المحقق تيم باش يحلوا هذه القضية هذه اللي مر عليها 18 سنة. وفعلا توصل بالحوايج ديال جينيفر، وتم تحويل ديالهم المختبر باش يحللوا الدي ان اي ديالهم. وفي 22 شتنبر سنة 2009 الاف بي اي اعطاو للمحقق تيم الاسم ديال المجرم اللي كيتطابق مع الدي ان اي، واللي كان دينيس إيرل بريدفورد. شكون هو دينيس إيرل بريدفورد؟ صراحة المصادر ما كاينش شي معلومات يعني هيدا وافية كافية عليه، وإنما اللي كيذكروا عليه أنه المهم الوقيته اللي تقبض فيها كان في عمره 39 سنة، وتقبض في مدينة أركانساس. كيفاش عدل حتى وصل لأركانساس، كيفاش مشى ديكنسون أركانساس، ما مذكور حتى شي حاجة، غير أنه هو يعني السجل الإجرامي ديالو هو اللي كان السبب في إلقاء القبض عليه في القضية ديال جينيفر. السجل الإجرامي ديال دينيس ما كانش فيه شي تهم ديال السرقة أو لا تعاطي المخدرات ولا شي حاجة من هذا القبيل هذا، وإنما كان يعني التهم اللي موجهة له كاملة كانت التهم ديال الاختطاف والاعتداء. فمن بعد ما تعدى على جينيفر، من بعد 6 شهور مشى وتعدى على واحد البنت أخرى، ديك الوقيته كانت شبر، دوز الحبس ما عرفتي شحال، ما مذكرش شحال. ومن بعد 7 سنين من بعد الواقعة اللي وقعت لجينيفر شيويت، عاود اختطف واحد المرأة في عمرها 35 سنة، وتعدى عليها بالتهديد ديال السلاح، كان عنده شبر للموس في الرقبة ديالها، وحاول معها حتى هي يقتلها، ولكن ما ماتتشي، وتم السجن ديالو لمدة 12 سنة. وبالسبة ديال الدي ان اي اللي خداوه مع هاد الضحية هدية، هو اللي تم تطابق ديالو على الدي ان اي اللي تجبر في الحويجات ديال جينيفر، وتم القاء القبض على دينيس. زيد على ذلك انهم تحصلوا على نسخة ديال رخصة السياقة ديال دينيس ديال سنة 1990. والمفاجأة اللي كانت بالنسبة لهم انه الصورة ديال دينيس في رخصة السياقة كانت تقريبا كتطابق ديك السكتش اللي وصفت جينيفر في ديك الوقيته هذيك. هنا غادي نرجعوا مع بعضنا للوقيته اللي تم فيها القاء القبض على دينيس وتحول للتحقيق. الوقت اللي كانوا كيحققوا معاه وسألوه على انه واش كيعرف جينيفر شيويت، جاوبهم بان فعلا كيعرف هذا الاسم هذا. واش كان شي كونتاكت بينك وبين هاد جينيفر؟ جاوبهم بالايجاب، نعم اياه. قال لهم شنو؟ قالوا له شنو وقع بيناتكم؟ رفض تام انه هو يخبرهم شنو كاين. في ديك اللحظه هذيك اللي كان كيحققوا معاه، دينيس كان باقي ما عرفش بان جينيفر حيه ترزق.
بداو كيحاولوا يخرجوا منه اعتراف، ولكنه هو بقى مصر ما يقول حتى شي حاجة، إلى أن اضطروا يخبروه بأن جينيفر باقية بالروح. في ديك الوقت هذاك كيف ما قلت في الأول نزلت عليه الصاعقة، وما بقى متيقش، يبقى كيسقسيهم كيقول لهم واش جينيفر بالروح، واش جينيفر عايشة. قالوا له جينيفر بالروح وها هي معنا دابا وكتفرج فيك. في ديك الوقيته هذيك بقى كيبكي واحد البكاء هستيري، ما متيقش ان البنت اللي ذبح هذه 19 سنه كتب لها عمر جديد. من بعد الانهيار العصبي اللي تعرض له دينيس، المحققين استمروا في الاستجواب ديالو وبغاو يعرفوا علاش بالضبط قصد الدار جينيفر واختطفها واغتصبها. بغاو يعرفوا واش قبل من داكشي كان كيراقبها اولا كيفاش القصه ديالو معاها. دينيس في ديك الوقت هذاك جاوبهم على انه هو كان ماشي ديك الليله بحالو للدار، وكان في حالة سكر وماشي في الوعي ديالو، وبان له انه يوقف بغات ديك الدار، وملي بانت له النافذه الغرفه مفتوحه قرر يقتحم الدار. ولسوء الحظ كانت جينيفر هي الضحيه ديك الليله. دابا دينيس برادفورد تسجن، وجينيفر الفرحه ديالها ما كانتش كتوصف، وكانت كتوجد راسها باش تواجه معاه في المحاكمه وجه لوجه. ولكن التخطيط اللي خططت له جينيفر مع الاسف ما تكملش، لان نهار 10 ماي 2010 وقبل نهار المحاكمة دينيس قرر أنه ينهي حياته باستعمال ديال الغطاء اللي كيكون على الفراش، استعملو كحبل وعلق فيه راسو في الزنزانة اللي كان محبس فيها. هنا كانت نهاية الحياة ديال دينيس برادفورد، ولكن الحياة ديال جينيفر بطبيعة الحال استمرت وتزوجت بالشاب اللي كانت كتبغي، جوناثان مارتينيز. مع مرور الأيام ومن بعد سنتين اكتشفوا بانهم ما غاديش يقدروا يجيبوا وليدات، لان ديك الاعتداء اللي تعرضت ليه جينيفر في الصغر ديالها سبب لها واحد النوع ديال العقم. ولكن بما ان القصه ديال جينيفر كانت انتشرت، واحد الدكتور اللي اسمه كريغ ويتس جاب الخبر، قرا القصه وبغى يتطوع يكشف على الحاله ديالها وعالجها، وربي رزقها بالبنيته الاولانيه أواخر سنة 2012 واللي سمتها جينا، ومن بعد رزق ربي بوليد سمته جونا. جينيفر انخرطت في جمعيات اللي كيدافعوا على الضحايا الناجين من الاعتداء، وحاليا كتعيش كيف ما كنقولوا في تبات ونبات مع الزوج ديالها ووليداتها. هنا تسالت القضيه ديالنا هذا النهار. كنتمنى منكم اذا عجبتكم القصه ديالنا تدعموني بالاشتراك واللايك والتعليق مزيون وبناء، وما تنسوش تبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم، ونتلاقاو في قضيه اخرى ان شاء الله.